التراث، متى آمنوا بحظوظهم، متى آمنوا بإمكانياتهم أن ينجحوا، وهذا يشمل كل المجالات بعيد عن الرياضة. فرحة لا توصف، الحمد لله أنه كعشاق لكرة القدم أو كداخل منظومة كرة القدم من خلال الإعلام والتعليق الرياضي عشنا يوم وعشنا فرحة في بهكذا حجم. الحقيقة قبل المونديال شيء لا يصدق، تسأل الصغار، تسأل الكبار، تسأل الشيوخ، تسأل النساء، ما يتصوروش أنه في يوم عربي يوصل لنصف نهائي كأس العالم. نعم، كانت دائما ممكن مركب النقص وعقدة النقص هي اللي عاقتنا في كثير من المجالات. إن شاء الله النجاح المغربي في هذه البطولة باش يغير برشا أجيال وبرشا أشياء، وأنا نقول على المباشر تحية للشخص بعينه في هذا التوقع وهذا التصور، هو جمال بالماضي مدرب الخضر، لما قال قادرين يقصد على الجزائر، ولكن المغرب والجزائر وتونس وكل العرب كيف قال سنصل إلى نصف النهائي. وقت أخذت بعد آخر، شد نوع من التنمر، نوع من الاستهزاء، نوع من الضحك. كيفاش فريق عربي يوصل نصف نهائي كأس العالم؟ التاريخ أثبت أن العرب موجودين. تحية للأسود، تحية للمغرب. الآن بالحق الآن الشاي تجي مع الأكل، ويلزم نطمعوا في هذه الكأس لأنها تفتح أبواب ولكن قد لا تتكرر. ما عملوا المنتخب المغربي إسلام شيء يدرس في كتب التاريخ. أقوى دفاع في تاريخ كأس العالم، هدف ما شاء الله بعد 5 مباريات، طيح البرتغال، طيح إسبانيا، طيح بلجيكا، تجاوز كرواتيا. والأكثر في النجاح أن المنتخب المغربي مثلا إذا اعتبرنا فاز كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن نزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الرقراقي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالإمكانيات الفردية اللي فما نجحت. أنا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايل باش نكونوا إن شاء الله في ماتش إنجلترا فرنسا بعد ساعة ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا. قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوة أنه يكونوا جاهزين مرة أخرى رغم عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للرقراقي وأولاد الأسود ورجال المغرب لابد أن نبتعد عن التشبع. الآن ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن. أنت في أرضك بين أنصارك بين شعوبك الكلنا وراك. وإن شاء الله يوم 18 في عيد وطن قطر سيكون عيد لأوطان العرب. شكرا لك عصام الشوالي معلق قنوات بين سبورتس والمعلق الذي تتولى مباراة انجلترا وفرنسا من استاد